الحقيقة أنا استنيت لحد لمّا كل التحليلات بتاعة ماتش الأهلي والزمالك خلصت علشان أشوف الناس اتكلمت في إيه، والصراحة في تفصيلة صغيرة ما حدش ذكرها ولا اتكلم فيها خالص. التفصيلة دي بتخص رامي ربيعة اللي هو أصلًا عامل بلاوي في الماتش، بغض النظر عن يعني هو كان مغطي الأوفسايد في الجون الأولاني، وما اتزحلقش لمّا رجع المفروض يرجع بسرعة يفتح سبرنت على خط المرمى ويلحق الكورة بسبرنت، بس هو ما فتحش السبرنت ولا فتح السبرنت بس ما لحقش الكورة. كل ده سيبك منه والكوارث اللي هو عملها في الماتش كل ده سيبك منه. تعال بقى نشوف الجول التاني، تعال نشوف الاوت اللي جه منه الجول اصلا. يعني اصلا سيف الجزيري مزنوق بالكوره، هو مزنوق بالكوره معهوش حد، ومعاه جنبه الخط بتاع المرمى من الناحيه دي وجنبه خط التماس من الناحيه الثانيه، ورامي ربيعه مصمم ان هو يضغط عليه ويطلع الكوره مع ان معهوش حد يبصيله. وهو اصلا سيف الجزيري هنا بيضيع وقت، يعني هو عايزك تضيع، هو اصلا هو مزنوق وعايزك تزقه وبينكشك علشان